وانا كنقلب الخوت في الفيسبوك، وانا نصادف واحد الخبر الصراحه الخوت والله العظيم الا صدمني. هذا الخبر كيتعلق بواحد المؤثر مغربي معروف وكيتابعوه بزاف ديال المغاربه، وعنده مواضيع مهمه، يعني كيتعتبر من الاوائل اللي كيفضحوا الفساد في المغرب. ولكن الخوت لقيت هذا المنشور هذا الخطير اللي جا على لسان الفرشه، والفرشه الخوت راه صفحه حتى هي عندها مصداقيه ديالها وعندها متابعين ديالها اللي كيثيقوا فيها. الصراحه الخوت هذا الخبر الا كان بصح راه رضا الطواجني مشى فيها، لهذا الخوت بغيت هذا الفيديو يتبارطاجا باش يوصل رضا الطواجني ويخرج يوضح شنو كاينه للناس اللي كيثيقوا فيه وكيتابعوه. انا غادي نقرا لكم الخوت شنو قالت الفرشه. الفرشه الخوت خرجت في المنشور الاول شنو كتقول: رضا الطواجني، اش كان كيدير عندك اليوم في البيرو ديالك الاردني شريك اخنوش والد المتهم بقتل الشاب امين شاريز؟ وشنو عطى للمستخدم ديالك اللي صيفته معاه السياره في داك الميكان اللي دار في الكفر؟ واخا وشنو كانت كدير عندك في البيرو في نفس اللحظه المتهمه الاساسيه بقتل الشاب شاريز؟ وشنو عطاها حتى هي؟ تجاوب انت بخاطرك ولا نجاوب انا بلاصتك بالحجاج والصور والفيديوهات ديال اليوم؟ الفرشه الخوت بقات واحد ساعتين ودارت واحد المنشور واحد اخر. شنو كتقول فيه؟ انت غير قول لي الطواجني، انت شكون انت وناري؟ انت شكون انت باش يراسلك البروفيسور الرشايوي رئيس قسم التشريح في موريزكو المدعو بن يعيش بلا امر قضائي، بلا اطلاع على الجثه ولا على التشريح الطبي الرسمي، يراسلك باسمك وكانك طرف في القضيه، قضيه المغدور امين شاريز. والاخطر من كل هذا كتقدم هذه المراسله اللي على شكل راي طبي في المحكمه وكيتم الضم ديالها للملف بقدره قادر، وتجدون الوثيقه في التعليق. الوثيقه الخوت غترجعوا للمنشورات الفرشه وغادي تلقاوها. وكتقول الفرشه الخوت: التشريح الرسمي كيقول المرحوم ما تخدر ما سكر وانت باغي تردو مقرقب وسكران صحه. وهذا الطبيب بالمناسبه ملي هو مزيان وباغي يبين الحقيقه ويساعد العداله وكذا، ياك هو اللي اشرف على الملف ديال الشاب المقتول داخل عكاشه بلا المستقيم. بلا المستقيم الخوت هو واحد الشاب هذه واحد 5 شهور ولا 6 شهور كان دخل الحبس على شي مشكل وما ضربش بزاف، عرفتي، وداوه الانعاش ومات. كيقول لك علاش من بعد اكثر من 6 شهور رفض يعطي لوالديه الملف الطبي ديالو، وقبل اسبوعين ملي كثر عليه الغوات ردو مات بالسكر، والدري ما عمره مرض بالسكر ولا عرف شي انسولين، وهو اصلا جايبينه مفصل ومدقدق للانعاش، فين مات مسكين في ليلته بعد ما هرسوا ليه الحراس راسو بالسوارت. تا غير قول لي شكون انت. ولكن ماذا عساي ان اقول انها محاكم دوله اكادير. هادشي هذا الخوت اللي قالته الفرشه راه فعلا خطير وخطير، وكيهم رضا الطواجني بالدرجه الاولى لان عنده واحد المتابعين بزاف وكيتيقوا فيه، لهذا بغيناه ضروري يخرج يوضح. اما التوضيح الحقيقي اللي خصو يكون وهو انه خصو يتفتح واحد التحقيق عاجل ومفصل باش نعرفوا شنو هي الحقيقه. ولا الا كانت الفرشه كتقول الحقيقه خصنا العداله تقول الكلمه ديالها في حق الطواجني، لان هادشي هذا راه خطير. القضيه فيها 2 جرائم ديال القتل، 2 ديال الشباب، والا كان العكس عاوتاني حتى الفرشه حتى هي خد تعاقب. حنا كنطرحوا هنا هاد المشاكل اللي واقعه باش الناس كامله تعرف شنو كاين بالضبط، لهذا بغينا واحد التوضيح ويكون عاجل.